أيا سيدك بن سيدك اليوم باش نوريكم كيفاش تعملوا خبيزة تعمل الكيف مع خبز قمح من غير حتى نكتة فارينة. أول حاجة خدينا الخبيزة نظفناها وحطينا غسلناها، ومن بعد باش نقصوها بكلها بعروشها بساقيها. ناخذوا بالطبيعة الورقات الباهين ونقصوها كيما تشوفوا هكايا جويدة، ومن بعد باش نحطوا نفوروها فوق كسكاس يغلي بالماء حتى لين أكل الخبيزة متاعنا ترخ واللون متاعها يتبدل يغماق. نخليوها تفور على روحها، نغموها بالطبيعة ونجيو في طنجرة نحطو زيت زيتونة وبزايد بصل ربعي. قد ما تكثروه راهو يجي بنين. احنا بالطبيعة كالعادة عملنا كمية كبيرة، حطينا برشا بصل ربعي وحطينا ثوم. الثوم زادا لازم يكون بزيت، نحط لكم المقادير الكل في صندوق الوصف. ومن بعد باش نفوحوا بالهريسة العربي وتابل وملح وفلفل اكحل اكا، واحنا نعملوها هكا سامبل من غير طماطم معجونة، تجي بنينة برشا وراهو الخبيزة فيها برشا منافع. كيف تنحط لكم تحت الفيديو المنافع متاعها، وهي نبتة راهي برية ما تتزرعش معناها تطلع وحدها. لازم تعرفوا منين تشريوها بالطبيعة. نخليوها كالصوص تطيب مش برشا خاطر ما فيهاش طماطم ما تقعدش برشا طيب. وساعة ساعة نتفقدوا الخبيزة نحركوها باش الكل تفور بنفس الطريقة. ميلت الكسكاس على جنب باش يهبط الماء الزايد الكل، وبعديكا زدت الخبيزة للمرقة اللي طيبناها الصوص اللي هي ما فيهاش حتى قطرة ماء خاطر الخضرة فيها ماء وتسيب ماها. وقعدنا نحركو هكا بالكدا بالكدا حتى لين لفاح يدخل الكل في الخبيزة، وتنشح شوية هكا من الماء وزيد الطيب زاد راهي زيد ترخ. شفتوا كي حطيناها معبي برشا الطنجرة، كي كملت سي حسيتها رخت فهمتوا. توا نتعداو نحضروا الخبز، حطيت السميد والخميرة متاع الخبز والسكر وماء دافي، وقعدت هكا نخلط فيهم بيديا حتى نتحصلوا على قوام يكون هكا جيري شوية. نحركوا بالكدا بالكدا. السميد هذايا راهو سميد العادي متاعنا الأرطب. قعدت نحرك فيه بالكدا بالكدا حتى لين يتجانس مع بعضه ونحسه ولا أرطب. وتوا تشوفوا هكا القوام متاعو كي نهزو يبدا جيري. باش نخلي الخليط هذايا يخمر على جنب، ونجيب سميد القمح الكامل. عندي سميد قمح كامل بالنخالة متاعو باش نغربل منه شوية. حاجتي بشوية نخالة تقعد لي باش من بعد نزين بها الخبز. ونكمل كيف الكيلة الثانية بنفس الطريقة، نحي منها شوية نخالة للزينة ونبثبث من بعديكا بالزيت زيتونة. زيت زيتونة ياسر يبنن الخبز، أنا نحبه بصراحة في الخبز متاعي الكل نحط زيت زيتونة. نبثو هكا بداية حتى لين نتأكد اللي الزيت دخل في الحبيبات متاع السميد الكل. ومن بعد باش نعجن باقي الخليط متاع السميد اللي جبته من الأول. بالطبيعة ما ننساوش الملح. نجيب خليط السميد، شوفوا كيفاش باش يكون ما شاء الله خمر بالكدا. راني خليته حكاية نصيف ساعة خاطر الدنيا باردة. خليته لين خمر بالكدا. الخليط هذا باش نعجن بيه من بعديكا الخبز متاعي باش نصبه الكل على سميد القمح. ومن بعديكا نبدا نعجن فيه بشويه بشويه ندخله بيدي. تنجموا راهو تعجنوا بيديكم ولا بالعجانه اللي يساعدكم. الفايده تتحصلوا على عجينه تكون هكا رطبه ودوبلاش تتلصق ومعجونه بالكدا باش تعطينا خبز منفج ويجي ناجح. كيما تعرفوا راهو خبز القمح ماهوش ساهل معناها التحضير نتاعو. حطيتها على جنب وخليتها تخمر بالكدا حتى يتضاعف الحجم نتاعها. كيما تشوفوا ما شاء الله خمرت بالكدا بالكدا. باش نجي توا نقسمها كعابر، كل واحد قداش يحب كبر القرصة نتاعو. أنا عملتهم هكا كعابر كبار شوية، وباش نحلهم على جنب بعديكا بالسميد والنخالة اللي نحيناها نخلطهم هكا مع بعضهم ويعطيوني منظر باهي. وزيد كيما تعرفوا راهي النخالة كلها منافع. نحلوهم بالطريقة هذيا، نجودوهم قد ما نقدروا هكا قد خشن صباع اليد باش من بعديكا كي تخمر وتنفش. راهي باش تخمر بالكدا تجينا هكا ما تجيناش ياسر فيها بابة. كهو حطيتهم في البلاتو اللي باش نطيب فيه. واستوس هذيا كي تبدا الدنيا باردة حلوا الضوء كهو متاع الفور وخليوا الخبز متاعكم يخمر. كي يخمر تخرجوه وتسخنوا الفور على 250 درجة، وتنقبوا كالخبزات بالفرقيطة وترجعوهم يطيبوا في الفور. كيما تشوفوا يحمروا بالكدا ويجيو يعملوا الكيف. قبيله ما حكيتلكمش على بنة الخبيزة وريحة الصوص وأنا نقلي فيها، بالحق ريحتها روعة. البصل والثوم ياسر ريحتهم بنينة مع الهريسة. نودكم ولا نشهيكم. والخبز شوفوا ما شاء الله كيفاه جا منفش، راهو طري راهو بنين والكل منافع وخفيف. حسيلو ننصحكم بالحق تجربوه، يا تجربوا خبيزة يا تجربوا الخبز ولا تجربوهم زوز مع بعضهم. جاو بالحق ياسر بنين. نودكم ولا نشهيكم ونتقابلوا في وصفة جاية إن شاء الله.